ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد على قناه حياتك احلى من هند محمد. هنعمل معاكم النهارده رز بالشعريه والبسله بالجزر باللحمه بطريقه صحيه 100% من غير دهون نهائي. هنحتاج نص كيلو من اللحمه متقطعه مكعبات ملبسه زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنحتاج بصلايه وسط. هنحتاج 2 قرنفل، 2 حبهان، 2 ورق لورا، نص معلقه سكر، ربع معلقه جوز الطيب، ربع معلقه جنزبيل، نص معلقه فلفل اسود. هنحتاج معلقه كبيره من الخل. هنا هنحتاج كيس بسلة. هنا بصلاية وسط، جزراية وسط، طماطم، مرقة دجاج فورية من كنور، معلقة ونص ملح، نص معلقة سكر، نص معلقة فلفل اسود. كده مقاديرك قدامك. يلا بينا نبدأ في الوصفة. يلا. في حلة سخنة على النار من غير ما مادة دهنية نهائي هننزل باللحمة ونبتدي كده نقلب في اللحمة كده لحد لما اللحمة تتحمر من الجانبين، تحس انها كأنها متحمرة بالظبط. طبعا اللحمة ملبسة، فيها نسبة دهون، ف... فالدهون دي بتنزل فبتساعد ان اللحمة تتحمر بسرعة زي ما انتم شايفين كده. ده الشكل النهائي للحمة، كأنها محمرة بالظبط. هنزل بالبصلاية الوسط المفرومة في الكبة، وهقلب البصلاية مع اللحمة لحد ما البصلاية تصفر كده وتاخد لون. وبعد كده تزيد البهارات: 2 قرنفل، 2 حبهان، 2 ورق لورا، نص معلقة سكر، ربع معلقة جوز الطيب، ربع معلقة جنزبيل، نص معلقة فلفل اسود. وهقلب كده البهارات مع اللحمة مع البصل كده. وبعد كده بقى اخر حاجة هنزل بمعلقة كبيرة من الخل، وهقلب كله مع بعض. الخل يا جماعة بيساعد ان اللحمة تستوي بسرعة وبيدي طعم اللحمة حلو. وبعد كده بقى هنزل ميه سخنة بتغلي من الكتل تغطيها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده اقفل عليها واسيبها بقى تستوي في حله سخنه على النار من غير ماده دهنيه نهائي. هنعمل رز بالشعريه. هننزل اول حاجه بنص كوبايه شعريه، وهنقلب كده الشعريه لحد لما الشعريه كده تتحمص كده، تاخد لون محمر كده. اهو ده الشكل النهائي للشعريه. بصوا. وبعد كده هنزل بمقدار رز. انا هعمل كوبايه ونص رز، وهقلب كده رز مع الشعريه لحد لما الرز ياخد من سخونه الشعريه. وبعد كده هنزل بمقدار الملح، معلقه ونص ملح. وبعد كده بقى هحط الميه. انا حطيت ربع كوبايه لبن، تمام، وكملت بالميه. انا استخدمت نص كوبايه شعريه وكوبايه ونص رز، يبقى كوبايه ونص ميه ماشي، وربع كوبايه لبن، وربع كوبايه ميه، يعني على قد مقدار الرز مقدار الميه. يعني كوبايه ونص رز ونص كوبايه شعريه، يبقى كده بالظبط كوبايتين ماشي. كوبايه ونص كوبايه وتلات ارباع ميه وربع كوبايه لبن. هقلب كله كده. اول ما الرز يغلي زي ما انتم شايفين اروح موطيه النار كده. اللحمه الميه قلت عليها، هروح مزوداها ميه تاني كده. بص على الرز كده، عدى ربع ساعه، اشوف كده استوى ولا لا. كده اختبر الرزايه، لقيتها لسه فيها حته جامده، لسه ما استوتش. كده كده ابص على اللحمه، لقيت الميه قلت عليها، هنزل بالبسله. وبعد كده هعمل بقى الصلصه بتاعه البسله. هضرب الطماطم مع البصل مع البهارات، وهنزل بيهم بقى على على البسله، واقلب كله مع بعض واسيبها لحد ما تتسبك. اهو ده شكلها بعد ما اتسبكت. اجي ابص على الرز كده، هقلبه واجي اختبر كده الرزايه. اهو شايفين كده اتهرست معايا كده الرز. كده الرز خلاص استوى. نقدم بقى الأطباق بتاعتنا. اهو ده شكل البسله بالجزر باللحمه بعد ما استوت، وده شكل الرز بالشعريه بعد ما استوى. حاجه كده اللهم بارك. معمول بطريقه صحيه 100% ومن غير دهون نهائي، والطعم جميل جدا جدا جدا. جربوا يا جماعه البسله بالجزر باللحمه بالطريقه دي، هتعجبكم قوي، طعمها حلو قوي. وفي حين الاكل صحي معمول بطريقه صحيه، وده اجمل حاجه. لو عجبك الوصفة لايك واشتراك في القناة، وياريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.